انا كنت قاعده في امان الله بالليل، ماسكه التليفون، لقيت واحده بتعمل كيكه قدره قادر. اسكت انا؟ لا طبعا. قلت اقوم اعملها. كان عندي كريم كراميل. انا كده كده بجيب الكريم الكراميل على طول لان الاولاد بيحبوه، فبكون مجهزاه عندي وقت ما بيطلبوه بعمله بحبه لبن وبيكون حلو، يعني هو بيتعمل بسرعه، من الحاجات السريعه. فقلت اقوم اجرب الكيكه اعملها. انا اكلتها قبل كده او اكلتها مرتين، فهي كانت عجباني بصراحه. قلت اقوم اجربها انا بقى، انا ما عملتهاش قبل كده. اولا الكيكه طلعت معايا خطيره، والله العظيم الكيكه المقادير بتاعتها كانت مظبوطه جدا، كانت حاجه تحفه 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 بجد. بس ايه رايكم في الكتله اللي كانت في النص دي؟ الغلطه اللي انا غلطتها اثرت معايا في شكل القالب بتاع الكيكه، انما ما اثرتش معايا في طعم خالص. الطعم طلع رهيب. الحركه اللي انا عملتها بتاعه الطبق دي هي اللي خلت الكريم الكراميل يتجمع معايا ويقب كده في النص. وبعدين انا قلت اليوم مش يومي، إيه اللي يخليني اقوم اقف في المطبخ واعمل فيه حاجه؟ لا والمفاجاه كمان، بعد ما حطيتها في الفرن واستوت وبقت زي الفل، قلت انا اشغل لها الشوايه. بحب الطبقه اللي فوق دي بتبقى مقرمشه شويه، فقلت اشغل لها الشوايه عشان تتحمر وتبقى احلى. ويا ريتني ما كنت قلت، ويا ريتني ما كنت حبيت، يا ريتني كنت طلعتها. المهم ابني الصغير عيط ودخلت عشان اسكته. مفيش 5 دقايق لقيت ريحه حاجه بتتحرق. انا قلت لكم اليوم مش يومي، محدش صدقني. ودخلت طلعتها، بس الحمد لله الحرق ما كانش كتير يعني. شلت الطبقه المحروقه وبقت زي الفل، ولا كأن حاجه حصلت. اثرت معايا بس في حجم الطبقه بتاع الكريم كراميل، كانت بس هتكون سميكه عن كده شويه، مع ان بصراحه حجمها كده حلو مع طبقه الكيكه جدا. حجمهم كان متناسق مع بعض بصراحه، والطعم كان تحفه، والكيكه كانت دايبه جدا. الكيكه كانت هشه كده وطريه، طعمها مع الكريم كراميل توديك في عالم تاني. انا اكلت نصها وانا بصور. معروفة يعني احنا بنخرج من الشتاء زايدين مش اقل من 10 كيلو. جربوها وجربوا المقادير اللي انا هقولكوا عليها، تحبوها قوي. وكمان لو عندكوا اطفال هتحبها جدا. تعالوا بقى نشوف المقادير. ده كريم الكراميل اللي انا استخدمته. انا بخليه عندي دايما لان اولادي بيحبوه جدا، هو والجيلي. على فكرة ممكن نعمله كمان في البيت، ممكن نعمل كريم الكراميل بالصوص اللي هو السكر المكرمل ده. احنا ممكن نعمله، بس انا قلت حاجة سهلة لان طبعا كنا بالليل. هو ده بقى الطبق، هو ده سبب المشكلة. الطبق ده انا كان مفروض احطه بالعدل بتاعه، كان مفروض احطه عادي. ايه اللي خلاني اقلبه؟ انا مناش عارفه، عقلي كان فين؟ انا مناش عارفه. هو ده السبب ان خلى الكريم الكراميل يتجمع في النص. هو طبعا ما اترماش، هي كانت الطبقه حلوه برضو، شكلها في الاخر ما كانش وحش ولا حاجه برضو، يعني القلب شكله كان حلو. وانا حتى الطبق ده زيادة ديكور بقى، قلت هعمل بقى فجوة في النص كده وهوريكم شكل الكيكة من جوه بالكريم الكراميل. يلا الحمد لله، كويس انها جت على قد كده. المهم انا دهنت الصينية سمنة. عايزة تدهني زيت عادي، بس انا قلت سمنة احسن يعني. وده السكر المكرمل، ده الكراميل اللي بيبقى موجود مع الكيس، كل علبة بتبقى فيها الكيس زي ده. هنحط الاول الطبقة دي. انا بقيت عمالة ارسم بقى هنا. هحط بقى الكيسين في الصينية واحطها في التلاجة تجمد شوية، عشان لما اجي احط فيها الكريم الكراميل يعني ما يندمجش كله كده مع بعضه. هحاول الصينية كلها من تحت تتغلف بالكراميل. هنا كانت اتغلفت وحطيتها في التلاجة شوية. جبت بقى حلة، طبعا هتجيبي حلة تحط على النار، بولة تحط على النار، هتحطي فيها الكريم الكراميل. وعشان تخلي الطعم غني اكتر هتحطي لبن بودر، لبن اللي هو بتاع الاطفال، لبن نيدو، اي لبن بودر. انا حطيت هنا كيسين، الكيس يعتبر معلقه كبيره او معلقه ونص كده. الكيس مش كبير، هو الكيس صغير على فكره، عشان كده استخدمت كيسين. ده بيخلي طعم الكريم كراميل غني اكتر، بيخلي طعمه حلو قوي. وهحط بقى 3 كوبايات لبن. انا عندي اللبن على فكره كنت جايباه من لبن فلاحي، فكان دسم وكان بالقشطه بتاعه. اللبن ساقع، وبعد ما احط اللبن هقلب كله على البارد، يعني هنقلبه كويس، هنخلي كله يدوب مع بعضه كده.
هتقلبي كويس عشان ما يكتلش منك لما تحطيه على النار. قلبي بقى وخلي كله يندمج مع بعضه. هنا فضلت اقلب لحد ما اتاكدت ان كله اندمج، وبعد كده حطيتهم على النار. واول ما بيتحط على النار بفضل اقلب، ما بشيلش ايدي عشان لا يلزق معايا ولا يكتل معايا. بفضل اقلب كويس. ما تشيليش ايدك لحد ما يخلص، وهو ما فيش 3 دقايق اصلا بيكون خلص. هو ما بيطولش على النار ولا حاجه. وهنا كان خلص معانا كريم كراميل، هنا كان جاهز. هو ما بيطولش على النار، هو بيتقل بس حاجات بسيطه خالص، ما بيتقلش زي المهلبيه، يتقل حاجات بسيطه. هنا بقى اول ما الكريم الكراميل جهز طلعت الصينيه بتاعي. كان الكراميل جمد، وهبدأ بقى ان انا اصب الكريم بتاعي فيه. بصب واحده واحده عشان الكراميل ما يختلطش بالكريم قوي. هنا كان اختلط بس بسيط. وبعد ما بخلص كله بسيب بقى الصينيه تهدى وتبرد كده مع نفسها علشان الطبقه تجمد. قبل ما بحط خليط الكيك عليها لازم تكون طبقه ماسكه نفسها. وهنا كنت خلاص خلصت الخليط كله وهسيبه بقى مع نفسه. هجهز بقى الكيك. معايا هنا 3 بيضات، هحط عليهم حبه فانيليا، واحط عليهم معلقه خل. لازم الفانيليا عشان زفارة البيض. طبعا لو فانيليا سايلة بتبقى تحفة، بس انا دي اللي كانت موجودة عندي. والخل طبعا اساسي، بيخلي الكيكة هشة وبيمنع برضو زفارة البيض، ما بيخليهاش اي ريحة خالص. والناس اللي بتخاف انه ممكن يبان طعمه، والله طعمه ما بيبانش خالص. معايا هنا كوباية الا ربع سكر، لان انا مش بنحب الحاجة مسكرة قوي. انت ممكن تحطي كوباية لو انت عايزاها مسكرة. هي كوباية الا ربع بالنسبة لي كانت سكرها مظبوط. بنضربهم مع بعض لحد ما لونهم بيفتح وبيعمل رغاوي كده. معايا هنا نص كوباية لبن، واللبن ما يكونش ساقع. احنا اي حاجة بنستخدمها بدرجة حرارة الغرفة. اللبن هنا انا دفيته شوية على البوتاجاز، مش مغلي ولا سخن، انا بس دفيته. واستخدمت نص كوباية زيت. كانت زيت ذرة، ولازم نستخدم زيت ذرة. هو اي زيت ما يكونش لا له طعم ولا له ريحة، لانه بيفرق جدا 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 في الكيكة. لو استخدمت زيت له ريحة بتبان قوي في الكيكة. وهنضرب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا. لا اله الا الله. هنا بقى كنت ضربت المكونات وسبتها على جنب. هحضر بقى المكونات الجافة. معايا هنا كوباية دقيق، وهنخلها كويس. لازم دقيق الكيكة يتنخل، لانه بيفرق جدا في الكيكة برضو. حتى لو معلب، انا جايبة ده معلب مش جايبة دقيق سايب، جايبة دقيق خاص بالكيك، بس برضو لازم انخله. هحط عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، و4 معالق من الكاكاو، كاكاو خام اسباني. انا بحب الاسباني جدا، طعمه بيكون عامل زي الشوكولاتة. طعمه بيبقى حلو قوي، وبيفرق على فكرة في الكيكة برضو. حطيت هنا 4 معالق على كوباية الدقيق، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. انا استخدمت الكيس، هو الكيس يعتبر معلقة كبيرة برضو. وهننخلهم كويس. ذرة ملح صغيرة عشان ما يبانش في الكيكة، وهننخلهم كويس. هنا الكاكاو كان مطلع معايا حاجات كده، فكنت بوريها لكم رغم اني جايباه من عند حد مضمون. هبدأ بقى ان انا انخلهم كويس جدا مع بعض. البيكنج باودر مع الدقيق مع الكاكاو لازم يتنخلوا كويس جدا مع بعض. هتنخليه كم مرة كده. الخطوة دي بتفرق جدا، بتخلي الكيكة هشة كده، والفراغات اللي بتبقى فيها دي ما بتكونش موجودة. في كيكة بتبقى مليانة كده فراغات كتير، تحس ان داخلها هوا كتير كده. هنا الخليط كان اندمج كده كله مع بعض. كنت ضربت بقى الخليط السائل. هبدأ ان انا احط نصه، وبعد كده اضربه كويس، هقلبه كويس مع بعض. وبعد كده ابقى احط النص التاني. النص الاولاني لما الاقي المكونات الجافة شربت المكونات السائلة، هبدأ ان انا احط تاني. هبدأ انزل شوية بشوية لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه.
ده كان اخر حبة معايا. هقلب بقى كويس، وهقلب كله في اتجاه واحد. من نجاح الكيكة على فكرة ان انتي تقلبي الكيكة في اتجاه واحد، مش في جميع الاتجاهات، هو اتجاه واحد، وتفضلي تقلبي لحد ما كله يمتزج مع بعضه. وده كان قوامه معايا، قوامه كان مظبوط جدا. شايفين؟ ده القوام المظبوط للكيكة. هبدأ ان انا اصب الخليط بقى بتاع الكيكة على طبقة الكريم كراميل. هي كانت جمدت على فكرة وبقت حلوة، هي ما خدتش 10 دقايق. هو كريم كراميل كده كده بيمسك على طول. هصب بقى واحدة واحدة، وبالسباتولا بقى بتاعتنا هبدأ ان انا اوزع الكيكة في جميع الاتجاهات. وده كان شكلها بقى. هديها بقى خبطتين عشان اطلع اي هوا فيها واي فراغات فيها، والسوا المظبوط بتاعها اللي هيساعدك ان الكيكة تطلع هشة وطرية اكتر، وسواها مظبوط جدا. هنحط تحتها صينية فيها حبة خل. انا حطيت معلقتين خل ومية مغلية. طبعا لو عندك صينية ينفع تحطي فيها الصينية اللي فيها الكيكة، تتحط فيها تبقى حلوة جدا، وتحطي المية عند نص الصينية بتاع الكيكة، تكون المية المغلية مغطية نص الصينية بس انا القالب اللي فيه الكيك عندي كبير ومعنديش قالب يتحط فيه، فجبت الصينية وهحط فيها القالب كده، هيبقى فوقه بالشكل ده. وهكون طبعا مولعة الفرن. قبل ما ندخل الكيكة الفرن لازم الفرن يكون سخن، وعلى الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. وهتاكلوا احلى كيكة وبألف هنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وفولو، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة لانها بتفرق معايا كتير.